طب ازاي اروح المتحف الكبير بالمترو؟ سؤال جميل، ولكن انا هقدم لك خدمه حلوه وهقول لك كل الطرق اللي انت ممكن توصل فيها المتحف الكبير. مترو، ميكروباص، وباص. انت بس خليك معايا ومش هتوه. ده لوكيشن المتحف، ولو بصينا مش هتلاقي اي محطه مترو قريبه اصلا، فهندور حلول بديله ونشوف اي موقف قريب. واقرب موقف هو موقف مشعل او الرمايه، مفيش 5 دقايق مشي ما بينهم. طب ده الرمايه ده نوصل له ازاي بقى؟ ولا انا اول مره اسمع فيه تقريبا. لو هتوصل بالميكروباص من موقف السلام هتركب عربيه الهرم الرمايه، وتتاكد ان هو هينزل نزله المتحف علشان ينزلك قدام المتحف بالظبط. طب ولو نازل نزله المريوطيه مش المتحف، هتنزل عند الموقف بالظبط وتتمشى الخطوتين اللي فاضلين. من رمسيس هتركب الهرم دائري من الموقف الجديد وهتنزل عند موقف الرمايه برضه، ونفس الكلام لو من مؤسسه شبرا او من كليه الزراعه هتركب عربيه الرمايه، ومن المنيب نفس الكلام، ومن صقر قريش نفس الكلام. فالميكروباص سهل، من شتى بقاع الارض هتوصل. طب لو جاي بالمترو هتوصل برضه، امال ايه؟ هتنزل محطه الجيزه في مترو الخط الثاني، وهتطلع تسال على عربيات بوابات المتحف، ولو ما لقيتش عربيات مباشره لبوابات المتحف هتنزل برضه عند ميدان الرمايه وهتتمشى الخطوتين اللي فاضلين. ومعلومه على الطاير، مترو الخط الرابع اللي بيتم انشاؤه هيبقى من ضمن محطاته محطه المتحف الكبير، يعني نتقل على نفسنا سنتين كده ان شاء الله وهنلاقي المتحف الكبير بنوصل له بالمترو بكل سهوله. طب لو انت عايز حاجه مكيفه في الحر ده هقول لك فيه برضه الجرين باص او الجي 2، واللي هو خط سيره من كليه البنات لحدائق اكتوبر، من قدام محطه كليه البنات في مترو الخط الثالث، وبيعدي برضه قدام جامعه عين شمس يعني العباسيه ورمسيس والدقي وجامعه القاهره برضه، وبيوصل ميدان الرمايه وهتنزل هناك وهتتمشى الخطوتين اللي فاضلين. وبقى سلم لنا على جده رمسيس يعني ما تنساش. وعامه لو عندك اي سؤال ابقى اسالنا اياه في الكومنتات، ولو عرفنا نجاوب عليه هنجاوب عليه وهندل بعض. ومع خالد مش هتوه في مصر. سلام.